انا كده بس بقى اللي جاي. عايز ايه برضه؟ انا مش فاهم. عايز اشوف شويه يا عم. هو إيه اللي عايز ايه؟ لا ده انت قال كده يا عم فراوله وتفوق لي كده. لا يا حبيبي انا دافع زيك ودوري بقى دلوقتي ان انا اللي هسوق. الله، ده انت مصمم يعني. مصمم يا عم. ماشي يا عم، بس كده وانا مش هزعلك. ثانيه واحده بس، دور المكنه. بص كده بص كده. يلا اللي حصلني كسرني. وانا خد يلا رايح فين؟ الله يخرب بيتك. طيب انت اللي جبته لنفسك، والله العظيم لو اوريك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سادتي آنستي، جاءنا خبر عاجل الآن. أولا أنا مش بتاع آيفونات ولا ليا في الآيفونات، بس جات لي صفقة آيفونات فقلت إخواتي أولى بيها. مش هنبيع ب 500 ولا ب 400 ولا ب 300. أنا قلت هنخليها بكام؟ ب 299. يا ريت يا ريت يا ريت. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي ضحى لاجل وطنه لاجل ما يعود النهار، واللي اسم مصر دايما كان له طاقة الانتصار. اللي حلمه حلمنا واللي فرحه فرحنا. يا بابا انا بقالي كتير قوي ماشي على الطريق ده ومش قادر امشي. في ايه يلا؟ ما تمشي كده واسترجل شويه. الصراحه بقى كده يا بابا انا مش قادر امشي. شوف لي اي مواصله. اعمل لك ايه يعني؟ اعمل لك ايه؟ ما انت عارف ان الطريق ده كله معلوش مواصلات. قول لي انا اعمل ايه؟ يبقى ايه ده؟ بقول لك يا بابا امشي لنا ده اخويا يوسف. اسماعيل ايوه هلا هو. صدق؟ طب اصبر بقى نشوف جايب منين المكنه دي وناخدها منه. اسماعيل ايه ده؟ بابا وسفروت انتوا رايحين فين كده؟ طب والله كويس اللي انت جيت في وقتك. على فكره بقى يا بابا انا مش هينفع اديها لك. سمعت يا حيوان انا بقول ايه؟ 5 دقايق بالظبط واكون عندك، مش هتاخر عليك. خلاص ماشي يا بابا وانا مش هزعلك. يلا تعالى خدها اهي. يلا بقى يا ريت هو واقف في الاستوديو لحد ما اجيلكم. 5 دقايق بالظبط وهجيلكم. حياتي بقت أجمل كتير، أنا حاسة